اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو باحسن الاحوال. المهم هذا الفيديو جيت نهضر عليهم بواحد جوج نقاط اللي هما مهمين بزاف، لانني كتطرح عليا السؤال بزاف. كاينين شي ناس اللي يلاه داخلين جداد ما فاهمينش الامور كيفاش كتمشي. الامر الاول هو شنو الفرق بين التقييد في افاس جلوبال وبين انك تقيد بوحديتك، لان بزاف الناس بداو كيدخلوا بزاف د المغالطات. وبغيت نهضر على النقطه ديال الناس ديال لي كونطرا اللي دافعين في الرباط في شهر 7 وما جبتهمش في الفيديو ديال التيراج، لان ما كانش عندي خبر جديده. ولكن اليوم الحمد لله كان واحد الروطار، واليوم تيراو شي ناس غنشاركهم معكم حتى هما. يعني الحمد لله ما عندكمش مناش تخافوا. كان معايا واحد الروطار، غير هي الدفيع في لي كونطرا في الرباط راه ما بقاش حاليا، غير هو بطبيعه الحال التيراج مادام انك دفعتي الدوسي ديالك في ديك المدينه غتاخذها من ديك المدينه. غير هو ضروري كانت واحد شويه ديال العرقله، ولكن راه الناس راه كيعيطوا لهم، يعني ما عندكمش مناش تخافوا، لان شافوا الناس اني ما بقيتش كنهضر على التيراج ديال لي كونطرا في الرباط. فقال لك اختي حنا باقي في شهر 7 ولكن باقي ما تواصل معنا حتى واحد، ما عندكم حتى مشكل. فقبل ما نبدا الفيديو ما تنساوش اللي باقي ما شارك في القناه يشارك ويفعل الجرس باش ديما يوصل جديد، واللي من اهل القناه ما ينساش لي لا جيم ولا كومونتير زوينين ديالكم، هكا كتحفزوني باش ديما نزيد لقدام. شكرا بزاف على التعاليق ديالكم اللي كيشوفني قبل الفيديو ولا اللي من مور الفيديو، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. اول حاجه اللي بغيت نهضر عليها هي الموضوع ديال التقييد. بزاف ديال الناس عندهم تخوف بزاف، لان كاينين اللي تقيدوا بوحديتهم وتعاود تصيفط لهم واحد الميساج على ان الباسبور ديالكم ما باينش او النولوست ديالكم ما باينش، وصيفطوا لهم واحد لينك جديد باش يعاودوا يصيفطوا لهم. والمشكله ان هذوك الناس باقي ما عيطوش لهم. ماشي المشكله في هذوك الناس، ولكن المشكله اون جينيرال. حنا عارفين ان المواعيد ديال التجمع العائلي شبه قليله. يعني النهار اللي شاركت معكم كنت شاركت معكم واحد السيد لا يدفع في مراكش، شاركت معكم بعض هذوك هما فقط اللي كيتواصلوا معايا. يعني راه كاين واحد الكم كبير ما شاء الله اللي باقي ما توصلش بالمواعيد، واللي باقي كيتسنى وباقي روطار وباقي في شهور اللي هي قبل من اللي قلتها وباقيين جالسين كيتسناو. انا نقول لكم علاش بافاس جلوبال دارت هذيك الموضوع ديال التقييد. اول حاجه ماشي كاع الناس كيعرفوا يتقيدوا في السيت، باش نكون معكم صريحه. رغم ان البلاتفورم الجديده كانت اسهل من القديمه، الا رديتوا البال القديمه راه كانت فيها 5 خطوات وكتعمر بزاف ديال الامور يعني. ولكن البلاتفورم الجديده سهلوا التقييد وصعبوا المواعيد. سهلوا التقييد لانك كتلقى صفحه واحده كانت شحال هادي بامكانك تاخذ الموعد، رغم ان ما كانتش واصلك النولوسطه. يعني ضافوا لهم بزاف ديال الامور. يعني دابا الا ما كانش عندك النولوسطه مستحيل انك تدخل تقيد. فهاد الامر اتفقنا عليه، لان انا علاش كنأكد على هاد الامور حيت كاينين شي ناس ما فاهمينش هاد الامور. فبالنسبه للتقييد بغاو يديروا ديك القضيه باش يحيدوا المساله ديال السماسريه. انا بحكم كيتواصلوا معايا الناس كاين اللي ما كيعرفش يتقيد، فبطبيعه الحال يا اما كيسول شي واحد يا اما كيتواصل مع شي واحد كيقول له عطيني القد ونشد لك الموعد. ماشي نشد لك الموعد نجيب لك الموعد، لا، نقيدك في السيت بما صيفطوا لك الموعد. فبزاف ديال الناس شافوهم انهم كيخسروا فعلا زباله ديال الفلوس، لان كاين اللي كيتواصل معايا كيقول لي ولكن علاش الاخرين ما كيمشيو كيخلصوا 500 مثلا الثمن، كيخلصوا 500 درهم وحنايا فابور يعني غيسبقوا هذوك علينا. راه ما كاينش القضيه ديال التسبق بتاتا. راه كاينين شي ناس اللي تقيدوا في الشركه وبقى لحد الان كيتسناو وكيتواصلوا معايا، وحتى انا كنتسنى امتى غيصيفطوا لهم باش نعرف واش كاين شي شونجمون. ولكن راه ما كاينه حتى حاجه، كونوا على علم. هذيك القضيه داروها ان بلاص انكم فلوسكم تبداو تعطيوها لاي واحد، وشوف هذاك الانسان واش كيكذب عليك واش كيتفلى عليك ولا يديلك. حنا عارفين ان كاينين الناس مشاو لهم فلوسهم مع السماسريه، باش نكونوا واقعيين. فبلاص انهم ما يمشيو يتقيدوا مثلا عند بيرو اولا مشي يقيدوا عند سمسار يضحك عليه ولا يتفلى عليه، فدابا ولا بامكانك تمشي للشركه شخصيا وكتحط فلوسك على الاقل كتضمن راسك انك ما غيضحكوا عليك ما غيتفلاو عليك وما عندك حتى غلط. المشكله اللي كطرا ان الناس كاين اللي في التعمار كيغلط، وانا لاحظتها كيقول لي اختي انا ما عندي حتى مشكل، انا متاكد. ملي كيدخل ضروري كتلقاه زاقل شي
رقم ولا شي حرف ولا شي مساله اللي كتسبب ليه في العرقله. بحال نهار الجمعه كما قلت لكم ملي مشات السيده سولات، لقات واحد السيد على اساس انه من قلبو الدوسي، لان دابا ولات في كازا من حقك انك تمشي تسول على راسك. فمين مشى سول على الدوسي ديالو لقى عنده واحد ايغور. هذاك الايغور فين كاين، اللي هو المشكل فين كاين في ان الباسبور ديالو ما كانش واضح. فعاودوا قيدوا ليه المعلومات ديالو من الاول وجديد، وكانوا باقي ما صيفطوش ليه ميساج، لان دابا تبارك الله الامور غادا وكتفاقم ما كتخرجش المواعيد قد اللي كيتقيد بنادم. يعني بنادم كيتقيد ولكن المواعيد ما كتخرجش. فضروري كاين واحد الاكتضاد. كما كنقول لكم بالنسبه للتيراج، كنقول لكم الا دخلتوا للموقع ديال تتبعوا الباسبور ولقيتي ان الباسبور ديالك وصل في افاس جلوبال، ما تسناش الميساج. راه كاينين شي ناس مشاو داروا التيراج والميساج باقي ما وصلهمش، وصلهم من بعد، لان داكشي كيكون اوتوماتيك، كيبداو يصيفطوا صافي. يعني كاينين واحد الاكتضاد. سيروا سولوا على راسكم. بالنسبه للناس اللي ما متاكدش واش المعلومات ديالو دخلها صحيحه واش هي هذيك، قال لك هي هذيك، راه ما عندك حتى حاجه ما ديرها من غير هذه. يعني شنو الفرق بين التقييد عندهم او لا عندك؟ ما كاين حتى فرق، غير هي الا كنتي انت غتقيد راسك خصك تقيد امورك من اتى لزد كما يجب. السميه، الكنيه، الحروف، الارقام، يكون داكشي كامل مضبوط. هادوك الناس اللي هما في اف اس جلوبال عباد الله راه كيتخلصوا على الخدمه ديالو. راه باش تجي لعنده ويجي يقيدك فابور راه ما يمكنش، لان الناس قال لك لا، هذيك الفلوس اللي كيدخلها اذا كاينه شي حاجه. راه كيما كنت كتمشي لشي بيرو يشد لك الرونديفو، اولا كتمشي عند السمسار كيضحك عليك، راه كتحط له فلوسك على الاقل هادو، راه كتاكد ان فلوسك راه ما مشات مقيداك الشركه شخصيا. ما كيبقاش عندك شك واش ياك ما قيدتش راسي هو هذاك، ياك ما عنديش هو مشكل، ياك ما عندي هذه، ما عندكش مناش تخاف. يعني كتقيدك الشركه، فمن حقها انها تخلص على الخدمه اللي عطاتك وقت قيدت المعلومات ديالك. وانا بيني وبينكم هذه القضيه انا كنفضلها للناس اللي ما كيعرفوش يتقيدوا، كنفضلها لان كتمشي عند واحد السيد هو باش تكمل ليه الخلاص ديالو بطبيعه الحال كيدير الجيميل ديالو، كيدير معلوماته الشخصيه. وطاحوا الناس بزاف ديال المشاكل اللي منها ان كاين اللي ارسلوا ليه لي رونديفو والسيد ما شافش جيميل ديالو، وفاتوا الناس لي رونديفو كيقول لك انا اختي ما عمرها طلعت لي تبلوكا ليا الجيميل وما رديتش البال. فانتي اللي كتصدقي متحمله المسؤوليه، اولا انت كتصدق متحمل المسؤوليه. فملي كتمشي كدير جيميل ديالك وكدير امور كتبقى متبعها من ازيد. هذه النقطه الاولى تفهمنا عليها. فالنقطه الثانيه، الناس اليوم واحد السيد كان خرجت ليه الكونطرا دار بيضه كما قلت لكم، كان عنده روطار في شهر 7، وكان تلاقى بواحد جوج الناس حتى هما تيرا. انا غنعطيكم لي دات حتى هما. هذوك الناس انا ما تواصلوش معايا، غير تلاقى بهم تماكين ودخلوا مع بعضياتهم ثلاثه باش ياخذوا لي باسبور ديالهم. بالنسبه للسيد كان دافع في 4 شهر 7، وهذوك الناس واحد فيهم دافع في 8 وواحد دافع في 16 في شهر 7. راه كاملين كانوا دافعين في شهر 7، وراه مازال الناس كاينين حتى هما من شهر 7 كيتسناو التيراج ديالهم. غير انا من ما كيتواصل معايا حتى واحد ما كنديروش التيراج، مكنش لي نجيب من راسي. هذا هو المشكله. في انفو تشوفوني انني ما هضرتش مثلا حتى مراكش كتوقع ليا فيهم الناس ديال السياحه كيقول لي اختي ما هضرتيش على الناس السياحه. من ما كتكونش عندي اخبار اكيده ولا جديده ما كنقدرش انني نقولها. راه هاد الناس اللي في التيراج اللي كنقول لكم راه اغلبيتهم كيشاركوا معايا الفيزا ديالهم، عيل الكونفرساسيون اللي كتكون بيني وبينهم كنعرفهم اصلا امتى دفعوا. يعني ما عندهم علاش يكذبوا عليا. كنجمعت معاهم الوراق والنهار اللي دفعوا والامور من اتل زد. يعني هاد النقط هما اللي بغيت نشرحها لكم. الله يسهل على الجميع. كان شي تساؤل خليو لي في لي كومونتير. من يكونوا مواعيد جديده بطبيعه الحال نتوما اول وحدين كنشاركهم معكم. عندي شي اخبارات ولكن كنتسنى من شي ناس ياكدوا ليا، وان شاء الله النهار اللي يكون شي جديد نتوما اول وحدين غتسقوا لهم الخبر. فكنتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى لكم الخير والتيسير. السلام عليكم.